مقابل 3 في تلك المباراة، وبالتالي كان له حضور دائما على مستوى التواجد سفيان رحيمي ولابا كوتشو وايضا نيجيري ساركي. هذه المباراة الثالثة بالنسبة للزعيم العيناوي في هذه المواجهة. بينما تتكلم عن فريق الأهلي، أيضا الفريق الذي أيضا يتواجد بجانب عدد من المباريات اللي لعبها أمام تيرول النمساوي، وأيضا وبعدها محطة أخرى كانت قد توجه إلى مدينة كومو الإيطالية في تلك المباراة، وبالتالي تواجد من امام ايضا المباريات الاخرى امام نادي كوبو، وانتهت بخساره الاهلي 3-1 في تلك المباراه. ومباراه ايضا وديه ثالثه كان من امام السلتيك في راس البريكان. هذه المباراه الوديه الخامسه لفريق الاهلي هنا في هذه المواجهه من الانديه. الان كما عودناكم دائما على مستوى العطله الصيفيه، لا شك في كره ملعوبه للامام، لكن هنا بتمر من جانب فرانكيسي. تمر الكره حلوه جميله من جانب فرانكيسي، لعبها باتجاه المرمى، لكن مرت الكره وعدت. تتحول كرة على اليسار لمصلحة فريق العين، وكرة ملعوبة للأمام، لكن الكرة بتمر إلى مصلحة فريق العين الذي يهاجم في هذا التوقيت، وبالتالي مرور رائع جدا. كرة بتمر لكن الكرة بتتحول إلى ركلة زاوية. تجد حسن رياض محرز مع كرة، رياض يحول كرة لمنتصف الملعب للإفواري فرانكيسي، وبالتالي عدى على مستوى الأسماء التي ممكن أن تنضم للفترة القادمة. مرة ثانية أمامية، هذا ماثيو دامس، يا أداء كبير قدمه سفيان رحيمي خاصة في بطولة آسيا من هذا الشهر. وكرة ملعوبة للأمام، حسن ساني في المرور والتقدم، لكن كرة أمام إيفان توني ومن أهلي أيضا على مستوى آسيا، وماتيس ياسر أيضا أول قامة مع الأهلي. لحظة تاريخية لا تنسى. هذا هو محمد عبد الرحمن، لكن الكرة تتبرر لفريق العين، الفريق اللي يبادر في هذا التوقيت. ديميرال يلعب كرة طويلة جدا للأمام، انطلاقة موجودة بجانب رياض محرز، لكن الكرة فيها أوف سايد موجود. وقوف على أهم الاستعدادات بالنسبة لجميع الأندية، وبالتالي هذا تدخل موجود على مستوى. واحد من الأسماء كبيرة سفيان رحيمي. رياض يحاول يمر أمام مسيرة كروية كلاعب خط وسط إيفيتش، لاعب بارتيزان ولاعب ايضا حاضر على مستوى خط هجوم التسديده تكون حاضر، لكن الكره ب 20 سنه. ماثيوس بلاسيوس، كره تتحول لمصلحه فريق العين في مكان خطير 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 لمصلحه فريق العين، يتحول لكن الكره تذهب للعين، توصل في الوسط. المحاوله فيها تقدم بجانب فريق العين، محاوله العين للتسجيل لكن التسديده بتمر الى خارج فيديا، وكرة بتتهيأ للأمام والكرة في المرمى. هدف أول بواسطة الهداف الكبير سفيان رحيمي. كرة بتمر تصل لمصلحة سفيان رحيمي، وبالتالي كرة تذهب للهدف الأول للخطير دائما هو سفيان رحيمي، يأتي بالهدف الأول لمصلحة فريق العين. يا هي لعبة شوف سفيان الأخطاء ممنوعة أمام هذا المهاجم سفيان رحيمي. يأتي للزعيم العيناوي. ديميرال ينطلق الأمام، ديميرال يحول كرة للأمام، ديميرال هي كرة لمصلحة فهد الرشيدي، والرشيدي يحاول يتقدم للأمام، وبالتالي هي كرة لكن كرة تتحول. يحيى بن خالد رافا يلعب كرة للأمام، ديميرال لكن كرة ياسيتش، كرة في مكان جميل جدا. العين أخطر والكرة مرت تصل لمصلحة بلاسيوس. ياسيتش يرسل كرة عرضية خطيرة بالراس، لكن كرة
وصلت لمصلحة فرانك كيسي. رياض مر، رياض أمام رافا، رياض مع كرة، رياض ينقل الكرة باتجاه الجهة اليسار لكن تتحول والكرة تصل لمصلحة فريق العين الذي بذل جهد كبير جدا على مستوى الدقائق الماضية. الأهلي هل في ردة فعل من جانب سميحان النابت؟ مرور 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 مرور، لكن هنا الكرة فيها مع كرة سميحان النابت، يحول كرة سعد بالعبيد، سعد بالعبيد يحول كرة لإيفان توني، إيفان مرة ثانية فهد الرشيدي يمر ويلعب كرة لمصلحة رياض، رياض مع كرة، رياض في محاولة للتقدم أمام رياض في إرسال كرة للأمام وكرة تتحول وتتهيأ. محمد عبد الرحمن يوصل رياض محرز، كل الكرات مقطوعة يا رياض. رياض في المرور، رياض في التقدم لكن كرة تصل لحساسات. كرة ملعوبة لأمام سميحان النابت في مرور على اليمين لمصلحة محمد عبد الرحمن. الأهلي يبدأ الآن مع كرة ملعوبة للأمام تصل لمصلحة إيفان توني لكن الدفع موجود على لمحمد عبد الرحمن. فرانك كيسي، نسيم الشاذلي يلعب كرة للأمام لكن الكرة فيها تغطية موجودة وتدخل موجود على ماتيو تامس. كرة وصل مرة ثانية على اليسار لسعد بالعبيد، يعرض كرة عرضية لكن الكرة بتمر وتعدي وتوصل لمصلحة وسط الملعب. خط هجوم يعرف المرمى، توصل لفهد الرشيدي في انطلاقه رائعه جدا امام رافا وبالتالي كره تتهيأ لكن تتحول وتصل مره ثانيه، توصل مره ثانيه لمصلحه رافا رودريغيز، حول كره لسفيان رحيمي مره ثانيه في التقدم الامام، بعدها تعود مره ثانيه عبد الله عبده، حذاري من الاخطاء على مستوى خط الدفاع وتوصل مره ثانيه لمحمد عبد الرحمن، ياخذ كره محمد وينقل كره لمصلحه فرانك كيسي، توصل على اليسار باستقبال جميل جدا بجانب سميحان النابت، النظرة للأمام، المحاولة لا زالت مستمرة أمام فريق الأهلي يحاول أن يعود خلال الشوط الأول وبالتالي كرة تلعب للأمام لكن رافا رد ثاني لمصلحة فهد الرشيدي، يأخذ نظرة الأمام وبالتالي يطالب أيضا أي لاعب في التقدم من جانب إيفان توني، تتحول لفرانك كيسي في المرور بشكل ممتاز لكن الكرة تتحول فهد الرشيدي مع كرة يحول كرة في الوسط، لاعب البديل أيمن يوسف فلاتة، وهذا روجر بيريز مع كرة بيريز مرة ثانية في المرور لكن الكرة تتحول وتصل لحسن ساني، كرة تتسدد لكن كرة تذهب بالجانب اليساري. محمد بكر كان في الأخطاء، رياض محرز في المرور ورياض يحاول يمر للأمام، ينتظر أيمن فلاتة، أيمن يحاول يسدد لكن الكرة توصل للرياض في التقدم، رياض لكن الكرة توصل لمصلحة أيمن على اليمين، علي مجرشي في كرة ملعوبة للأمام وكرة تتحول عرضية في مكان جميل لكن الكرة توصل لمصلحة جالينو، مع كرة جالينو رحيمي كان في هذه اللقطة لكن كرة تدخل فيها موجود، يحول كرة على اليسار لعبد الله الخيبري وخيبري يحول كرة لمصلحة جالينو مع كرة تتهيأ لفهد الرشيدي مرة أخرى. الأهلي أفضل في مجال الشوط الثاني مرة أخرى، توصل لمصلحة فريق العين لنسيم الشاذلي، يمر يتقدم لكن الكرة في اتجاه المرمى، أم لعب الكرة لخط الهجوم بالنسبة لإيفان توني، رياض يلعبها في مكان رائع جدا لمصلحة جالينو في المحاولة، جالينو في المرور، جالينو في التعدية بشكل ممتاز والكرة لا زالت خطة موجودة حاضر لمصلحة فريق الأهلي إيفان
توني، كرة ترسل للأمام مرة ثانية، تتحول بجانب حسن ساري، والكرة زالت مستمرة لمصلحة رياض، ورياض يلعبها في مكان جميل، في مكان جميل، الكرة تتهيأ لكن الكرة ملعوبة. ملعب بينتر أرينا، كرة ملعوبة للأمام وعالية في مكان جميل باتجاه المرمى. جول أهلاوي، التعادل يأتي هنا بلعبة ملعوبة رائعة جدا كانت بواسطة رياض محرز، وبالتالي التغطية كان بجانب عبد الكريم تراوري في الكرة الماضية، وحسن ساري 1-1 يعود الأهلي في مجريات الشوط الثاني، وبالتالي يسجل هدف التعادل عن طريق رياض في كرة ملعوبة. توصل مرة ثانية من فانتوني، كرة ملعوبة للأمام مرة أخرى بالرأس، لكن الكرة تذهب لتسديدة بجانب علي مجرشي، لكن ملعوبة للأمام تتحول وتصل لمصلحة أيمن. علي سدد، حلوة جميلة جدا باتجاه المرمى، محاولة حلوة بجانب علي مجرشي، لعب الكرة باتجاه المرمى لكن مرت الكرة، محاولة وتسديد، كرة توصل أمامية ملعوبة بالراس، لكن كرة ملعوبة إلى خارج، كرة توصل على اليسار، عبد الرحمن الصامبي تلعب مرة ثانية أمامية ملعوبة، تتهيأ لمصلحة نسيم. يا إيبانيز في هذه الكرة إيبانيز، هنا دور الحارس الآخر إيبانيز في تغطية رائعة جدا، كرة بتتسدد بشكل قوي، لكن هذا هو المدافع الصخرة في خط الدفاع الحاضر إيبانيز في هذه الكرة خطيرة. نسيم الشاذلي ونشاهد، يا الله يا إيبانيز، يا الله على لعبة حلوة من جانب إيبانيز، وبالتالي هذا التصدي الجميل من جانب إيبانيز كالعادة إيبانيز. كرة توصل للأمام،